السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. طبعا احنا ماسكين سلسلة البسكوتات والمعجنات لأن الشتا بيحب الحاجات دي. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز رهيب بطعم الفانيليا والكاكاو. طريقة تشكيل سهلة جدا ومكونات بسيطة قوي، مش هياخد منك وقت، بيدوب كده دوبان. تعالوا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل بكوباية إلا ربع من السكر البودرة، وهنزل عليهم بكوباية إلا ربع من الزيت على الزبدة. عايزة تستبدلي الزبدة بمعلقتين من السمنة ممكن، بس بلاش كله يبقى زيت علشان يبقى كده هش وطري معانا شوية مش ناشف. خلطت كل المكونات دي حلو قوي لحد ما الزبدة والزيت والسكر افتحوا معايا خالص كده. بعد كده هبدأ انزل بالبيض. معايا هنا 2 بيضة عليهم الفانيليا بدرجة حرارة المطبخ، خلطتهم حلو لحد ما اختفوا في الخليط زي ما احنا شايفين. بعد كده هبدأ انزل عليهم بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليهم رشة ملح بسيطة جدا. قلبي كده بالمعلقة بس عشان تخلطي البيكنج باودر والملح، علشان بعد كده هبدأ أضيف الدقيق. المواد الجافة زي الدقيق تدريجي بقى، واحدة واحدة كده. المقدار خد مني قد ايه دقيق؟ خد مني 2.5 كوباية من الدقيق، وكان مظبوط جدا معايا. طبعا الدقيق هضيفه تدريجي واحدة واحدة، علشان انا عايزة العجينة طرية ولينة، مش عايزاها ناشفة، عشان انا لسه هظبطها وهضيف الكاكاو. خلاص ببدأ كده أخلط الدقيق بالمكونات السايلة، مش هعجنها لحد ما العجينة لمت معايا وما بقتش تلزق في ايدي، بس لسه طرية. هقسمها نصين، نص هحطه في بولة والنص التاني زي ما هو، وهضيف على جزء من العجينة دي عليها معلقة كبيرة من الدقيق، والتانية معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وهخلطهم تاني بحيث ان انا اخلط المكونات مع بعض. شايفين طريقة ازاي وزي الزبدة؟ خلاص كده بقى هبدأ اجيب بقى طبق معايا كده او صينية، وهبدأ اعملها بابلز صغيرة، يعني كور صغيرة جدا. شايفين قد ايه؟ اقعدي بقى كده كوري كده براحتك، هاتي بقى كرسي واقعدي بقى كده واحدة واحدة واعملي الكور الصغيرة دي، على فكرة مش هياخد منك وقت خالص. بجيب بقى كده طبق وابدأ اشكل عليه زي ما انتوا شايفين. طريقة التشكيل سهلة جدا. مسكت 3 ابيض و3 كاكاو، وبدأت احط واحدة 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 واحدة، لميتهم كلهم كده على بعض، ورحت واخداهم على كف الايد وخدتهم لفتين 3 لحد ما ادوا الشكل ده. تعالوا كده نشوف تاني مع بعض. واحدة كاكاو، واحدة فانيليا، كاكاو فانيليا، هيبقى مجموعهم 6، 3 فانيليا و3 كاكاو. وهتحطي واحدة واحدة، هتلميهم كده مع بعض الأول في الطبق، وبعد كده هتاخديهم على كف ايديكي، ضمي كله حلو كده وابدأي لفتين، هيروح معاكي الشكل الجميل ده. شايفين طريقة التشكيل سهلة ازاي؟ بسيطة خالص ما فيهاش حاجة. ولو هتقولوا بقى لسه هكور يا رشا واعمل كور 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 وارجع اعمل، على فكرة بسيطة سهلة، مش هتاخد منك حاجة خالص. يعني اساسا لما تيجي تشكلي البابلز الصغير ده مش هياخد منك وقت نهائي، لو انتي قاعدة كده هتعمليه على طول. هجيب بقى صينية مدهونة دهنة زيت خفيفة جدا، وهبدأ أرص عليها الكوكيز وأسيب مسافات ما بين كل واحدة والتانية. هكون مجهزة الفرن طبعا على درجة حرارة متوسطة وتحت المتوسطة، عشان تطلع معاكي حلوة كده ومستوية من جوه وبتدوب ومقرمشة من بره. زي ما انتوا شايفين مش هتاخد معاكي تلت ساعة هيكون جاهز. رشة سكر بودرة، وشوفي الجمال. حبايبي جربوه، انا متأكدة جدا انه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.